بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي شباب تالتة ثانوي، وحشتوني جدا. بعتذر جدا على التأخير. ده تاني فيديو المفروض كان نزل من فترة، بس لظروف ما اتأخرت عليه. طيب بدون تطويل خلينا نبدأ في الفيديو على طول. النهاردة إن شاء الله هناخد الجرامر الخاص بيونت 2. أول حاجة هناخدها معانا النهاردة هي past perfect، اللي هي past perfect يعني الماضي التام. الماضي التام. طيب واحدة واحدة كده نشوف يعني إيه الماضي التام، وإيه الفرق بينه وبين الpast simple اللي هو الماضي البسيط. ده ماضي وده ماضي. طيب هنوضح كل حاجة، نصلي على النبي ونبدأ ونقول بسم الله. طيب أول حاجة الpast perfect هو الماضي التام زي ما قلت لك. طيب بنستخدمه إمتى وإيه الفرق بينه وبين الماضي البسيط؟ أول حاجة خلينا نشوف بس تكوينه الأول. تكوين الpast perfect هو السبجكت، طبعا السبجكت زي ما أنتم عارفين اللي هو الفاعل، الشخص اللي بيعمل الحاجة، وبعد كده had مع أي حاجة بقى، had مع I مع he مع she مع it مع you we they، أي حاجة ما بتتغيرش مع أي حاجة. بعد كده الP أو التصريف التالت، بعد كده التصريف التالت. طيب جميل جدا. يبقى قلنا السبجكت had والPP أو past participle التصريف التالت. ده كده إيه؟ ده كده الأكتف أو المبني للمعلوم، اللي هو ما نبدأ بالفاعل الشخص اللي بيعمل الحاجة. طيب لو هبدأ بالمفعول اللي هو الإيه زي ما خدنا قبل كده فاكرين، اللي هو الإيه الباسيف، بنبقى إيه؟ بنبدأ بالأوبجكت اللي هو المفعول، وبعد كده had been، وبعد كده بي التصريف التالت. الأوبجكت المفعول had been التصريف التالت. سريعا كده للي مش فاكر الفرق بين الأكتف والباسيف. الأكتف إن أنت عملت حاجة، الباسيف الحاجة دي اتعملت بواسطتك، زي ما أجي أقول أنا نظفت الأوضة، الأوضة نُظِّفت. ده الفرق ما بين الأكتف والباسيف. أنا الفاعل عملت الحاجة، ولكن الباسيف بابدأ بالمفعول. طيب كويس جدًا، كده خدنا تكوينه والباسيف. طب يا شباب خلينا نشوف استخدامات الpast perfect وإيه الفرق ما بينه وبين الpast simple. ببساطة الpast perfect بنستخدمه برضه في الماضي زي الpast simple، ولكن الفرق إن ده لما بيكون عندنا أكتر من حدث وعايزين نرتب الأحداث، أو نقول إن الحدث ده هو اللي حصل الأول أو قبل فترة معينة في الماضي، بنستخدم هنا الpast perfect. هنستخدم هنا الpast perfect. مش هيحصل حاجة لو استخدمنا الpast simple، ولكن أنت لو عايز تركز إن الحدث ده أو تأكد إن الحدث ده حصل أول حدث فيهم، بنستخدم هنا الpast perfect الماضي التام. طيب زي ما إحنا خدنا تكوينه وخدنا الpassive، خلينا نشوف كده نستنتج من الكلام ده إيه؟ نستنتج من الكلام إن هنا الpast perfect ما بيجيش لوحده، لأن إحنا قلنا هنا بيجي قبل حدث آخر أو قبل وقت محدد، وهي دي استخداماته، قبل حدث آخر في الماضي وقبل وقت محدد في الماضي. طيب ممتاز جدًا، خلينا نشوف زي ما أقول لك She had finished her homework before she went out to play. She had finished her homework before she went out to play. يعني هي أول حاجة استخدمنا إيه؟ الpast perfect، يبقى هي خلصت الواجب بتاعها، ده الحدث الأول اللي حصل قبل ما تخرج تلعب. يبقى أول إيه حاجة حصلت عرفنا منين؟ عشان الpast perfect. عرفنا منين؟ عشان الpast perfect اللي هي إيه؟ She had finished her homework. هي خلصت had finished هنا إيه؟ past perfect، فاستخدمنا هنا past perfect. إذا ده أول حدث معانا. her homework before قبل ما إيه؟ ما تروح تلعب. حلو جدًا. طيب هنا طبعًا عشان نربط الحدثين ببعض زي ما إحنا عارفين بنحتاج رابط زي after before as soon as once، كل الكلام الحلو ده. ولكن أنا مش عايزك تحفظ نهائي، أنا عايزك بس تفهم الحدث ده بنستخدمه إزاي. قُلت لك قبل وقت معين في الماضي أو قبل حدث آخر في الماضي، هو الحدث الأقدم اللي اسمه الماضي التام. طيب هتقول لي طب أنا هاستخدم الروابط إزاي؟ وفي قواعد كتير بيقول لك دي بييجي بعدها كذا ودي بييجي بعديها كذا، وهنا past simple وبعديه past perfect وpast perfect past simple. مش عايزك تحفظ أي حاجة من دي نهائي، كل اللي عليك عايزك تفهمه. أنا قُلت لك أول حاجة حصلت هي الpast perfect، تاني حاجة الpast simple. طيب خلّينا نشوف كده على المثال اللي إحنا خدناه من شوية. أنا قُلت لك إيه؟ She had finished her homework before she went out. أول حدث إيه هو؟ خلّصت مذاكرة. استخدمت before بالعربي كده لمّا آجي أقول لك هي خلّصت مذاكرة قبل ما تخرج أو قبل ما تلعب مع أصحابها، يبقى هنا أنت هتستنتج إيه اللي حصل؟ ما أنا قُلت لك قبل، يبقى إذًا اللي حصل الأول بالعربي كده اللي هي خلّصت مذاكرة. بالضبط نفس الكلام في الإنجليزي. طيب كده لو هاستخدمه قبل حدث معيّن، طب لو هاستخدمه قبل وقت معيّن، ممكن أقول لك by 9 o'clock I had finished my work. by 9 o'clock I had finished my work. بحلول الساعة 9، بس أنا باتكلم في الماضي. I had finished my work. كنت خلّصت عملي. طيب حلو جدًا، يبقى هنا قبل وقت معيّن في الماضي، هي دي استخدامات الpast perfect. يبقى تكوينه سهل جدًا، الpassive بتاعه سهل جدًا، استخداماته سهلة جدًا.
طيب حلو جدًا لحد كده. أنا زي ما قُلت لك مش عايزك تحفظ الروابط أبدًا بييجي بعديها إيه أو ده بييجي إيه وتعملها كمعادلة، مش عايزك كده خالص، أنا عايزك تترجم الجملة وتفهمها. طيب ولكن أنا عندي بعض الملاحظات على بعض الروابط. نبدأ بأول حاجة عندنا tell وuntil، tell وuntil ودول سهلين جدًا. في الأغلب بييجي معاهم past simple منفي، بييجي معاهم في الأغلب مش دايمًا، ممكن ييجي عادي مش منفي، ماضي بسيط منفي. طيب ناخد جملة مثلًا، يعني مثلًا زي ما أقول لك I didn't go to the bed، أنا ما رُحتش أنام أو ما رُحتش للسرير till I had finished my work. I didn't go to the bed till I had finished my work. أنا ما رُحتش أنام أو ما رُحتش للسرير إلا أمّا خلّصت شغلي الأول أو أمّا أخلّص شغلي الأول. يبقى هنا إيه اللي حصل الأول؟ إن أنا خلّصت شغلي، ده استخدمناه في إيه؟ past perfect، والزمن اللي قبليه past simple. طيب حلو جدًا، ده كده مع till وuntil، وقُلت لك في الأغلب بيبقى إيه؟ منفي بس مش في كل الأحوال. طب إيه تاني من الروابط موجودة معانا يا مستر؟ ممكن نستخدم as soon as اللي هي معناها بمجرد، أو once معناها بمجرد برضه، ودي هاخلّيك تجاوبها كده لوحدك من غير ما أشرحها لك. إحنا قُلنا بمجرد، لمّا آجي أقول لك بالعربي كده، بمجرد لمّا وصلت أنا قابلته، إيه اللي حصل الأول؟ وصلت، بالضبط كده، من غير ما أقول لك بقى بعد once أو بعد as soon as بييجي كذا وبعديها كذا، من غير ما أحفّظك حاجة، أنت ترجمت وفهمت وخلاص حليتها لوحدك. طيب كويس جدًا، يبقى نقولها بالEnglish as soon as I had arrived بمجرد ما وصلت I met him أنا قابلته. طيب حلو جدًا، يبقى اللي جه بعديها إيه؟ جه بعديها past perfect لإن ده الحدث الأول أو الحدث الأقدم، وبعد كده جه past simple اللي هو الحدث التاني. طيب ناخد ملحوظة كمان معانا كده، نشوف لو جيت لقيت في الجملة اللي فيها الرابط ما فيش فاعل ونفس الفاعل هو بتاع الجملة الأولانية، نفس الشخص اللي عمل الحاجة في الجملة الأولانية هو، هنا بنختار إيه؟ بنختار verb ing من غير فاعل، verb ing من غير فاعل. طيب زي إيه؟ After finishing my homework I went out for a walk. After finishing my homework I went out for a walk. بعد ما خلصت مذاكرة أنا خرجت أتمشى. طيب حلو جدًا، اللي حصل الأول هنا إيه؟ إن أنا خلصت مذاكرة، وهنا استخدمنا الحالة دي بديلة للpast perfect. طيب ناخد كمان ملحوظة يا شباب معانا مهمة جدًا، وهي لو لقيت having وجه بعديها الPP دي بتدينا نفس المعنى الخاص بالpast perfect الماضي التام، إن ده حدث حصل قبل حدث تاني. طيب زي إيه؟ أمّا أقول لك مثلًا having checked my email I went to bed. having checked my email I went to bed. بعد ما فحصت الميل أنا ذهبت للنوم أو ذهبت للسرير. يبقى كده إيه؟ أول حاجة having زائد الPP بتدينا نفس المعنى بتاع الpast perfect، حدث حصل في الأول، بعد كده تاني حدث أو الحدث اللي حصل بعديه اللي هو الpast simple. طيب جميل جدًا. طيب ده هنا في إيه؟ في الactive أو المبني للمعلوم. طيب لو هيبقى مبني للمجهول هنعمل إيه؟ هتبقى having been والPP. having been والPP. طب يا شباب فاضل ملحوظة كمان معانا وهي no sooner وhardly وscarcely. no sooner وhardly وscarcely. طيب ال3 حاجات دول بنستخدمهم مع الpast perfect أو الماضي التام وليهم طريقة معينة. طيب لو جُم في وسط الجملة هاستخدمهم إزاي؟ أول حاجة نبدأ بno sooner. no sooner هاجي أقول لك مثلًا I had no sooner finished my homework than my friend called me. I had no sooner finished my homework than my friend called me. وخدت بالك من than، يبقى no sooner بييجي معاها than. طيب الجملة دي كده معناها إيه؟ معناها إن أنا يا دوبك خلّصت الhomework بتاعي قبل ما صاحبي يكلمني على طول. إيه اللي حصل الأول؟ إن أنا خلّصت الhomework. طيب وبعد كده صاحبي كلمني. يبقى قُلنا طب نقول تكوين تاني، مع إني كتبت لك الجملة بس أقول لك التكوين عشان تبقى عارفها. يبقى أقول لك I اللي هو الsubject، بعد كده had وno sooner وpast participle اللي هو التصريف التالت، بعد كده باكمّل، بعد كده باحط than، وخلّي بالك than مش that أو حاجة تانية عشان ما تتلخبطش than، وبعد كده الpast simple زي ما قُلت لك الجملة. يبقى ترجمتها كلها على بعض كده إن أنا يا دوبك لسه مخلّص الhomework بتاعي صاحبي كلمني. طيب ممتاز جدًا. طب بالنسبة لhardly وscarcely بنستخدمهم نفس الاستخدام ولكن بدل than بنحط when أو before، بدل than بنحط when أو before. طيب زي إيه مثلًا؟ لمّا أقول لك I had hardly finished my dinner when the phone rang. I had hardly finished my dinner when the phone rang. يعني أنا باقول لك يا دوبك لسه مخلّص والتليفون رن. طيب هنا برضه نفس المعنى ولكن هنا جه مع hardly when أو ممكن ييجي before الاتنين صح ما تتلخبطش. يبقى no sooner بييجي معاها than وhardly وscarcely بييجي معاهم before أو when، ونفس الترتيب I had hardly finished my dinner when the phone rang. when the phone rang هنا past simple ماضي بسيط، واللي حدث الأول أو الحاجة اللي حصلت الأول هي إن أنا خلّصت أكلي. يبقى كده خلّصت الأكل بعد كده التليفون رن، ده ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط. دي معناها إن أنت لسه مخلّص أكل والتليفون رن. طيب حاجة كمان
برضه ممكن أقول لك she had scarcely reached the station، هي وصلت المحطة before the train departed، قبل ما القطر يغادر، وهنا برضه بتدي معنى إن أنت وصلت قبل ما القطر يمشي، يبقى هي وصلت الأول. طيب استخدمنا هنا إيه؟ استخدمنا هنا past أو الجملة past perfect، وبعد كده هنا past simple. طيب حلو جدًا، إحنا كده كل ده بنتكلم لو جت في نُص الجملة، طب لو جت في أول الجملة حاجة من الحاجات دي بنعمل إيه؟ ركّز معايا بقى، كل اللي عليك هتعمله هتعمل حاجة كده شقلبة، هتلخبط حاجة بسيطة، هتحط had أو الفعل المساعد قبل الفاعل. إزاي الكلام ده؟ No sooner had the movie started than the electricity went out. No sooner had the movie started than the electricity went out. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لمّا الفيلم بدأ الكهربا قطعت على طول، أول ما الفيلم اشتغل الكهربا قطعت على طول. طب هنا عملنا إيه؟ هنا عشان حطينا no sooner at the beginning of the sentence في بداية الجملة زي ما قُلت لك بنشقلب نحط had قبل الفاعل، فبتبقى إيه؟ بتبقى no sooner had وكذا وتكمل الجملة عادي. No sooner had the movie started than the electricity went out أو the power went out. هي. طيب تمام، حلو جدًا. يبقى كده عرفنا لو جت في النُص هنعمل إيه، طب لو جت في بداية الجملة هنعمل إيه. برضه ممكن أقول hardly had I checked my email before when I went to bed. Hardly أو scarcely had I checked my email before when I went to bed. طيب حلو جدًا لحد كده، ناخد مراجعة سريعة بقى على اللي قُلناه. قُلنا الpast perfect بيتكوّن من الsubject الفاعل had والتصريف التالت، وقُلنا الpassive نبدأ بالobject المفعول، بعد كده had been والتصريف التالت. طيب ممتاز، وقُلنا الروابط اللي بنستخدمها عشان نربط حدثين ببعض، الحدث الأولاني أو الحدث القديم هو الpast perfect، والحدث الأحدث أو الحدث اللي حصل بعد كده هو الpast simple، وطبعًا وإحنا واخدين الpast simple قبل كده ممكن تشوفه في الفيديو اللي فات. طيب لحد كده تمام، وخدنا الروابط مش عايزك تحفظها، قُلت لك هو يا دوبك تفهم الجملة وتترجمها وتعرف إيه اللي حصل الأول قبل التاني وتحط في الماضي التام. طيب ممتاز جدًا لحد كده، ناخد جملة أو جملتين كده عشان نشوف فاهمين والّا لأ. لمّا أقول لك by the time the movie started we not the seats. by the time the movie started we not the seats، يعني مع حلول الوقت إن الفيلم اشتغل إحنا إيه، عايز أقول خدنا الكراسي أو إيه، حجزنا الكراسي. هاقولها إزاي؟ took take taken had taken. طيب إحنا هنا إيه اللي حصل؟ إحنا عندنا الأول حاجة حدث أو وقت محدد في الماضي by the time اللي هو بحلول الوقت اللي إيه اللي حصل؟ اللي الفيلم اشتغل فيه إحنا كنا واخدين الكراسي، يبقى إيه اللي حصل؟ بحلول الوقت ده إحنا كنا خدنا الكراسي خلاص، يبقى إيه اللي حصل الأول؟ إن إحنا خدنا الكراسي اللي هو إيه past perfect، فهتبقى had taken had taken. Okay very good. لما أقول لك when I arrived to the party منى not already left. منى not already left. طيب هنشوف had left leave leaves. طيب إحنا قُلنا أول حاجة حصلت إيه، عايز أقول لك إن أنا لمّا وصلت الحفلة هي كانت بالفعل مشيت، يبقى هي بالفعل مشيت، اللي حصل الأول قبل ما هو يوصل هي كانت مشيت، فإذًا هنا هنستخدم إيه، نستخدم الpast perfect الماضي التام. طيب الماضي التام had زائد الBP، هنا جايب لنا إيه في الجملة، هنا جايب لنا الPP موجودة اللي هي left، يبقى إحنا هنحط إيه، had بس، هنحط إيه، had بس، فهتبقى الإجابة had. خُد بالك في الاختيارات هي had left ولكن ركّز لإن left أصلًا موجودة، فهنختار had بس. طيب حلو جدًا. طيب جملة كمان، لو جيت قُلت لك no sooner نقط than it started to rain. No sooner نقط than it started to rain. طيب نشوف الاختيارات. The train left والّا had the train left والّا has the train left والّا leaves the train. طبعًا إحنا قُلنا لمّا نبدأ بno sooner أو hardly أو scarcely بنحط إيه، نحط had قبل الفاعل، فهنا هتبقى الإجابة had the train left. had the train left. Very good. طيب كويس جدًا لحد كده. طيب يا شباب إحنا كده خلّصنا الpast perfect، خلّينا دلوقتي ندخل على الpast perfect continuous الماضي التام المستمر، ومش عايزك تتخض من الاسم خالص، سهل جدًا ومش هياخد مننا وقت خالص. طيب هو زي بالضبط الpast perfect ولكن حاجة بسيطة، فرق بسيط جدًا. أول حاجة نشوف تكوينه بنحط الsubject اللي هو الفاعل، وبعد كده had been verb ing had been verb ing. طيب كويس جدًا، مع أي حاجة had بتيجي مع أي حاجة زي ما اتفقنا مع أي subject، ولو هنفي had هتبقى hadn't أو had not. طيب ممتاز جدًا. طيب استخداماته إيه أو إيه الفرق ما بينه؟ ما ده ماضي تام وده ماضي تام مستمر. إيه بقى الفكرة؟ طيب ركّز معايا، كل الفكرة نفس الاستخدامات ولكن الماضي التام المستمر أنا باركّز على الduration المدة، بنركّز على المدة، يعني لو لقيت في السؤال أو في الجملة
بيركز على المدة هنستخدم إيه؟ هنستخدم past perfect continuous الماضي التام المستمر. هي دي التركية أو الفرق ما بين الpast perfect والpast perfect continuous. طيب نشوف كده عشان نفهم الدنيا أكتر. لما أقول لك he had been studying physics for 5 hours يعني هو فضل يذاكر الفيزياء لمدة 5 ساعات before he took a rest. Before he took the rest. He had been studying physics for 5 hours. خد بالك من 5 hours، انا هنا ركزت على ايه؟ على المده. هو فضل يذاكر فيزياء او هي فضلت تذاكر فيزياء لمده 5 ساعات before قبل ما ايه؟ she took a rest قبل ما تاخد rest. طيب حلو جدا، يبقى هنا عرفنا الفرق. ممكن استخدم دي بالpast perfect عادي، ولكن مش هركز على المده، هشيل المده الزمنيه. يبقى هنا عرفنا الفرق ما بين past perfect continuous و past perfect العادي. قلنا past perfect بيجي زمن او حدث قبل حدث تاني او قبل وقت محدد في الماضي بنوضح بيه ان الحدث ده حصل الاول. طيب نفس الكلام على past perfect continuous، ولكن هنا بنركز على duration المده. طيب ممتاز جدا، وخدنا مثال وشفنا بتيجي ازاي. في كم ملحوظه بسيطه كده عايز اقول لك عليها ونبقى خلصنا كل حاجه تتعلق بالpast perfect continuous. اول حاجه طبعا زي ما احنا درسنا قبل كده وزي ما احنا عارفين ان اي زمن مستمر سواء بقى present continuous past continuous past perfect continuous ما بيجيش مع افعال الحس والادراك. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا understand love hate. انا كاتب لك طبعا مجموعه من الافعال منهم هنا اهو، تقدر تحفظهم وتذاكرهم كويس. كل افعال الحس والادراك ما بنستخدمهاش مع الازمنه المستمره. طيب ايه كمان؟ في بعض الافعال اللحظيه ما نقدرش نستخدمها مع الباست بيرفكت كونتينوس. يعني ايه افعال لحظيه؟ يعني افعال حصلت في لحظتها دلوقتي. ازاي؟ لما اقول لك مثلا انا فتحت الباب، هو فتح الباب ده بياخد وقت، ده في ثانيه. او انا قفلت الشباك، برضو نفس الكلام. دي تاني ملحوظه معانا. طيب ثالث حاجه ان احنا ما بنستخدمش الباست بيرفكت كونتينوس لما يكون موجود في الجمله عدد مرات حدوث الحاجه. عدد مرات حدوث الحاجه، خد بالك انا من شويه قلت لك نركز على الديوريشن اللي هو المده، لكن لو ذكر عدد مرات حدوث الحاجه فهنا مش هنستخدم الباست بيرفكت كونتينوس، بنستخدم مكانه الباست بيرفكت الماضي التام. يعني ممكن اقول لك before I went to bed I had called her 3 times. قبل ما اروح انام انا كلمتها 3 مرات. before I went to bed I had called her 3 times. حلو جدا. هنا قلت ايه؟ had called her. before I went to bed قبل ما اروح انام I had called her 3 times. I had called her 3 times. يعني قبل ما اروح انام كلمتها 3 مرات. طيب هنا انا استخدمت ايه؟ اول حاجه قبل ما اروح انام، ده هنا استخدمت الباست سامبل عادي. طيب الجزء الثاني من الجمله اللي انا كلمتها 3 مرات اللي هو الحدث اللي حصل قبل ما اروح انام، ايه؟ استخدمت الباست بيرفكت. طب ليه ما استخدمتش الباست بيرفكت كونتينوس؟ لان هنا ذكر عدد المرات. تمام؟ احنا قلنا لما نذكر عدد المرات ما بنختارش الباست بيرفكت كونتينوس ولكن الباست بيرفكت بس. طيب حلو جدا. طيب يا شباب لحد كده يبقى الحمد لله خلصنا الجرامر الخاص بالباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس الماضي التام والماضي التام المستمر. اتمنى اكون قدرت قدر الامكان اوصل المعلومه بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله انتظروني فيديو قادم هنحل مع بعض عليهم. وبرضه انتظروني في شرح باقي الجرامر الخاص بيونت 2. كل اللي بحتاجه منك بس تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وما تنساش تعمل اعجاب للفيديو. شكرا جدا لمشاهدتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.